بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هشرح بس حاجه سريعه كده طلبت مني. لو احنا عندنا ملف مثلا شغالين ايتابس فيرجن مثلا 2019 وعايزين نفتح الملف ده على فيرجن اقل، بنعمل ايه؟ او في حاله لو الملف اللي هو امتداد، احنا دايما لما بنيجي نشتغل ايتابس بيبقى امتداد الفايل الملف امتداده اي دي بي. تمام. لو الملف ده ضاع مننا لاي سبب من الاسباب، ازاي بقى نسترجع الملف ده تاني ونفتحه؟ او نحول، يعني الطريقه دي بتتعمل لحاجتين: لو احنا عايزين نحول من فيرجن اعلى لفيرجن اقل، او في حاله ان الملف اللي هو الاي دي بي ده حصل فيه مشكله او ضاع من عندنا. تمام. المفروض بنتصرف ازاي؟ بنفتح برنامج الايتابس كده اللي هو الفيرجن الاقل اللي احنا عايزين نفتح عليه الملف. بنروح لقائمه فايل، من امبورت، بنختار حاجه اسمها ايتابس اي 2 كي تكست فايل. تمام. يبقى من فايل امبورت ايتابس اي 2 كي تكست فايل، بنضغط عليها، بنروح للمكان اللي احنا مسيفين فيه ملف الايتابس ده. تمام. هنلاقي فيه حاجه اسمها امتداد مثلا دوت سلاش اللي هي علامه الدولار دي اي تي. تمام. لو ضغطنا عليها كده وعملنا اوبن، هنلاقي بيقول ايه؟ ان الفيرجن، ان الايتابس ده فيرجن 19 هنحوله للفيرجن 16. نعمل اوكي. نفضل نعمل اوكي لحد ايه ما الملف يتحول. بس نخلي بالنا من حاجه، ان الطريقه دي ممكن تضيع بعض الحاجات اللي احنا دخلناها، لان في طبعا يعني الفيرجنز الحديثه فيها مثلا تحديث في الاكواد كده، ممكن الفيرجن الاقل ما يكونش فيها الاكواد دي. فنخلي بالنا من حاجه زي كده، ان ممكن يحصل شويه ايرور في الملف لو احنا بنغير من نسخه اعلى لنسخه اقل. نراجع بقى تاني، هنلاقي الحاجات موجوده: تعريف الكونكريت وتعريف الستيل. ممكن مثلا نلاقي الاختلاف مثلا في الكود اللي هو كود الاحمال بتاع الزلازل، ان الكود مثلا في ايتابس 16 في اسكي 7 10، لكن ايتابس من اول ايتابس 19 متفعل فيه الكود اسكي 7 16. فنخلي بالنا من الحاجات دي. هو دلوقتي بيحول الملف اهو. دلوقتي هنلاقي الملف اتفتح معانا. لو رحنا تاني لقائمة ديفاين بقى كده، هنلاقي تعريف الخرسانة اللي هو السي 25 بقى معانا، بس نخلي بالنا ان الوحدات متغيرة. لو عايزين نغيرها بقى نغيرها عادي من اليونت، كونسيستنت يونت، ونقوم جايين مثلا شغالين متر، ومثلا النيوتن دي نخليها طن، والسيليزيوس زي ما احنا شغالين. من ديفاين تاني نروح لقائمة ماتيريال سي 25 موديفاي، هنلاقي الوحدات اتحولت لطن ومتر. تمام. شكرا.